بيراميدز يهزم الإسماعيلي ويحصل أول فوز بالدوري. حقق فريق بيراميدز أول انتصار له في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز بعدما تغلب على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية للمسابقة. جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 عن طريق المهاجم مروان حمدي الذي ارتقى لضربة رأس متقنة من صناعة زميله مصطفى فتحي ليضع الكرة على يسار عبد الله جمال حارس مرمى الإسماعيلي. المباراة شهدت أحداثا مثيرة في دقائقها الأخيرة، حيث أشر الحكم أمين عمر البطاقة الحمراء أولا في وجه الكرواتي يوريتيتش المدير الفني لبيراميدز في الدقيقة 84 قبل أن يطرد لاعب الوسط بلاتي توريه في الدقيقة 85 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ثم واصل قراراته الحاسمة بإشهار البطاقة الحمراء لمحمد إيهاب في اللحظات الأخيرة. وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام وادي دجلة، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند نقطة واحدة جمعها من التعادل أمام بتروجيت في الجولة الأولى. كما حصل محمد الشيبي على جائزة رجل مباراة بيراميدز والإسماعيلي. كما وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عروضه القوية ببطولة الدوري بالفوز بثلاثية نظيفة على طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري على استاد السويس الجديد. كما تمكن مودرن سبورت من تحقيق أول فوز له في بطولة الدوري هذا الموسم بعدما فاز على حساب الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس. كما تعادل سلبيا سيراميكا كليوباترا مع زد في الجولة الثانية من بطولة الدوري. كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الخميس تسوية المستحقات المالية المتأخرة للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون.